علميا محدش بيصور خيبته، عمليا انا صورتها وتعالوا اقول لكم الخيبة فين. جبت ربع كوباية من السكر البودر، ضفت عليهم نص كوباية من السمنة وزيادة عليهم معلقة، قلبتهم مع بعض. بعد كده ضفت لهم بيضة كاملة وبياض بيضة، وركنت صفار البيضة هقول لكم هنعمل بيه ايه. ضفت كمان باكت فانيليا، وضفت 3 معالق كبار من سميد البسبوسة ومعلقتين من جوز الهند. قلبتهم وضفت لهم كوباية من الدقيق وبدأت اقلب. هضيف كمان رشة صغيرة خالص من الملح، وهبدأ ان انا اضيف الدقيق تدريجي. ضفت كمان نص كوباية دقيق. والخيبة في البيكنج باودر، بدل ما نضيف نص معلقة من البيكنج باودر، نص معلقة صغيرة، لا ضفنا معلقة مليانة. انتوا خدوا بالكم للمقدار دوت، هتحطوا بس نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر. شكلتها، مهم يكون عندي عجينة طرية مش بتلزق في الايد ومش بتشقق. جبت صفار البيضة، حطيت عليه فانيليا وضربتها كويس، وبدأت ان انا ادهن رموش الست بصفار البيض. دخلتها على فرن سخن على درجة حرارة 180 رف اوسط، خدت لون من تحت، بعدين اديتها لون من فوق عن طريق الشواية، وطلعت وهي سخنة. حطت لها الشربات، والشربات هسيب لكم مقاديره في صندوق الوصفة. اول ما بتطلع بيبقى الشربات سخن وهي سخنة، بنغطيها ونسيبها لحد ما تشرب تماما، وبألف هنا وشفا.